من كام يوم طالب في المحاضرة قال لي يا دكتور خالد أنا عندي حل عبقري، الحل ده هيخلينا نحل كل مشاكلنا ونشتري كل اللي نفسنا فيه. ليه الدولة ما تطبعش فلوس وتدي للناس لغاية ما يقولوا كفاية؟ رديت عليه وقلت له كلام حلو بس الواقع مختلف. تخيل بقى كده معايا دولة صغيرة فيها شخصين اتنين بس، باسم وحسن، كل واحد فيهم دخله $5 والدولة كل إنتاجها عبارة عن فرختين اتنين بس، وسعر الفرخة $5 برضه. كده اسمة العدل، حسن ياخد فرخة وباسم ياخد فرخة وكله مرضي. لكن لو الدولة طبعت فلوس زيادة وزودت كل واحد فيهم $5، يعني حسن بقى معاه $10 وباسم برضه بقى معاه $10، هيروحوا يشتروا بس هيتخانقوا، لان كل واحد فيهم طمعان ياخد الفرختين لنفسه، بقى هو معاه فلوس كتير بقى، يفضلوا بقى يتخانقوا مع بعض لغايه ما التاجر يرفع لهم سعر الفرخه ويوصل سعر الفرخه $10. وهنا كل واحد اشترى نفس الفرخه اللي كان بيشتريها قبل كده بس بفلوس اكتر. يعني كده يا جماعه طباعه الفلوس ما بتخليش الناس اغنى، ده بالعكس بتخلي العمله اقل. وده اللي حصل في دول كتير زي زيمبابوي مثلا في 2008 لما شغلوا بقى مكنه طبع الفلوس ليل نهار عشان تحل لهم مشاكلهم الاقتصاديه. للاسف الاسعار هناك ركبت الصاروخ لدرجه ان الدولار الامريكي وقتها وصل 2.6 مليار زيمبابوي. وطبعا الازمه زادت، طباعه الفلوس ما بتخلقش ثروه، اللي بيخلقها الشغل والانتاج، ومن غيرهم الفلوس تبقى شويه ورق ملوش اي ستين لازمه.